الكاميرات دايما بتصور مواقف غريبة واحداث غير متوقعة، ولو ما تمش تصويرها ما كانش حد هيصدقها. علشان كده جبت لكم النهارده اغرب اللقطات اللي تم التقاطها عن طريق الكاميرات، من مواقف غريبة لمواقف كوميدية. المواقف اللي هتشوفوها النهارده هتكون اول مرة ليكم تشوفوها، علشان كده عاوزكم تستعدوا معايا لرحلة مليانة مفاجآت غير متوقعة. انا محمود المغربي، ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة. صلى على النبي وطيارة على الفيديو. بصراحة هنا ما اقدرش اوصف لكم قد ايه انبهرت من اللي عمله الطفل ده. شوفوا ازاي ساعد والدته لما السلم وقع وقام شاله وعدله تاني بكل شجاعة. الموقف ده فعلا خلاني افكر ان الرجولة مش بالسن ابدا، ولكن بالعقل والشجاعة. الست الجميلة دي جابت لنا النهاردة اعظم اختراع في العالم يحميك من الزين. يعني خلاص هنقلي من غير ما نروح المستشفى. بصراحة ما كنتش متخيل ان الكلاب عندها قوة التركيز ده كله. ده من كتر التركيز عمل واحد سوبلكس محترم. بص الراجل ده شكله كان فاكر مكنة قص النجيلة دي لعبة مائية ولا ايه، عامل فيها جيمس بوند وهو بيجربها، بس من الواضح كده ان هي اخدته على غفلة. الفرحة هنا كانت زيادة قوي. الراجل ده من كتر الفرحة ما كانش شايف قدامه، لدرجة ان دخل بوشه في الازاز. بس بصراحة اللي عجبني اكتر من فرحته هو قوة الازاز اللي استحمله وما اتكسرش. من زمان قوي كلنا نفسنا نجرب اللعبة دي ونعمل نفس الحركة اللي الراجل ده عاوز يعملها دلوقتي. ده ارخم قط ممكن تشوفه في حياتك، ساب الدنيا كلها وجاي ينام في الطبق اللي الفراخ بتاكل منه. يعني لو قلت رخم ده اقل بكتير من اللي هو فيه دلوقتي. الظاهر ان الحصان مش قادر يتحمل صاحبه، فقام جاي لاسعه شلوت محترم كانه بيقول له ابعد عني دلوقتي. الشخص ده دلوقتي هيعلمنا طريقه القفز من الحواجز المائيه، بس زي ما شفت كده نصيحه مني بلاش تحاول تقلده. مفيش افضل من انك تعمل كل حاجه بنفسك. وهنا بقى لما يكون الحماس واخدك زياده عن اللازم بتكون دي النتيجه. الاتنين اللي قدام دول لسه طالعين حالا من حفرة في قلب المية، مش اللي ورا ده ياخد باله بقى. قالك وربنا لنزل وراهم، ودي كانت النتيجة. حرفيا كده تحس ان هما كانوا في مسابقة غطس على مين اللي يغطس اكتر. ده اول اختبار لترابيزة نقل المرضى، وللأسف الشخص اللي بيتنفذ عليه الاختبار هو التجربة الأولى. الو الولد ده كان بيحاول يلحق تليفون صديقه قبل ما يغرق في المية، ويا ريتك يا راجل ما رحت. ايه رأيكم في الفكرة اللي عملها الشخص ده؟ انا شخصيا مش شايف ذكاء خالص، لان المنشار في الحالة دي محتاج ضغط علشان يقدر يقطع الخشب. بدون الضغط الكافي العملية دي هتكون صعبة جدا. الولد الصغير ده كان فاضل انه يركب عجل في رجله علشان يجري من كتر الخضة اللي باباه عملها فيه. بجد موقف ظريف ومضحك في نفس الوقت، كأن باباه عمل له تجربة سباق مفاجئ. القرد ده من كتر الفرحة شوفوا ايه اللي هيحصل معاه. مفيش اجمل من انك تساعد صديقك، بس بصراحة ايه ده انت كمان محتاج حد يساعدك. عاوزكم هنا تشوفوا تتعلموا كمية الثبات والدقة اللي عند الشخص ده. على ما اظن لحد هنا انتهت المقابلة. القطة هنا زي ما تكون بتقول لصاحبها يعني ارقص لك علشان تدخلني، خلي عندك دم يا عم. مفيش اجمل من الطبيعة، بس اهم حاجة هنا الثبات الانفعالي. العامل ده جسديا هو هنا، وعقليا في عالم تاني خالص. يا رب يكون السلم كده تمام علشان نخلص من الشغلانة دي بقى. اصحابه هنا عملوا فيه مقلب في عيد ميلاده، وجابوا له شمع من النوع اللي ما بيطفيش ابدا. قاعد يا عيني طول الليل بيحاول يطفي في الشمع زي ما انتوا شايفينه كده دلوقتي. كاميرات المراقبة مسكت الولد ده وهو بيشرب عصير من قدام السوبر ماركت في الشارع. الولد مش عارف ان في كاميرات بتصوره،
استنوا بقى المفاجأة في نهاية الفيديو، بجد هتتصدموا من كتر الضحك. الو. ولك الو. القفزة اللي الراجل هيعملها دلوقتي شكلها جميل جدا، بس كالعادة النهايات دايما بتكون وحشة. مش مهم انك واحد، المهم انك جبت الكورة، دايما الوقعة بتتنسي. الوز دايما من الطيور العدوانية جدا، بس الطفل ده عنده كمية ثقة بنفسه غير متوقعة حرفيا. شوفوا بقى ايه اللي هيحصل دلوقتي. احسن، علشان بعد كده تلبس الخوذة وتلتزم بالارشادات. في الهند الحاجات اللي زي دي بتبقى عادي جدا، بس الغريب هنا ان اللي انتوا شايفينه قدامكم ده مش تمساح، ده تنين الكومودو، من اخطر انواع السحالي في العالم. والاغرب بقى ان كان في شخص صاحي وقت ما الحيوان ده ما دخل، بس ازاي ما خدش باله الله اعلم. انا متاكد ان الراجل ده بعد الخضه اللي فاتت مش هيشتغل في اي عربيه عامله حادثه تاني. العربيات اللي زي دي خلاص ما بقتش امان بالنسبه له. الشخص ده مش هيقرر ان يتصور في نفس المكان ده تاني، الو. علشان بعد كده ما تستهزئوش باللي اصغر منكم. اهو جاب لكم اللي اكبر منكم انتوا الاتنين. ولك الو. العامل اللي شايل اللوح ده كانه ما صدق ان الشخص التاني جاله وشاله هو واللوح ده، ما نطقش حتى بكلمه، ده حتى ما قاليش استنى. اللي بيطلع ده كله من الرادياتير، يعني لازم الواحد ينظف دايرة المية بشكل دوري، لازم تهتم بالتنظيف بين فترة وفترة علشان تتجنب المشاكل اللي زي دي. الراجل ده هيشرح لنا النهاردة الطريقة الصحيحة لعمل البيتزا، ولو عايز تتعلم ازاي تعمل بيتزا لذيذة زي المحترفين تابع الفيديو ده. حتى لو انت كنت بتعتبر نفسك ملك البيتزا هتلاقي هنا اسرار صدقني هتفاجئك. وللأسف وصلنا لنهاية الفيديو، لكن الأوقات اللي بقضيها معاكم بتكون من أفضل الأوقات، وبصراحة ساعتها بكون فرحان جدا. ويا ريت ما تنساش تتفرج على باقي الفيديوهات على القناة، وما تنساش اللايك الجميل وتشترك في القناة. أشوفكم بخير، سلام عليكم.